بص، لو انت فاكر ان الاعلانات هي اللي هتزود المبيعات بتاعه البراند بتاعك فانت لسه عايش في 2016. في دراسه اتعملت في 2023 من هاب سبوت، لقوا فيها ان اكتر سورس بيجيب كلاينتس هو التوصيات او الريكومنديشنز، وكمان المحتوى اللي بيجاوب على اسئله الناس، لان الريكومنديشنز دي بتحصل من العملاء الحاليين او اللويال كاستمر، وان الحاجتين دول كانت اكتر حاجه مؤثره في الايرادات مش الاعلانات المدفوعه خالص. وده معناه ايه؟ ان انت لو رضيت العميل بتاعك هو اللي هيتكلم عنك، لان انت كده بتسوق لنفسك من غير ما تدفع حاجه. تاني حاجة أنا بنصح بيها في الوان تو وان سيشن هي ال SEO على جوجل. لازم يكون عندك وجود قوي جدا على جوجل. وعايزة أقولك لو أنت بجد شاطر في مجالك فالناس بتحب اللي بيفهم مش اللي بيزن. يعني حاول ما تقعدش تزن على الكلاينت بتاعك كتير، لا بالعكس، فيده واديله كل المعلومات اللي عندك وهو كده كده هيلف وهيرجع لك تاني. يعني مثلا لو البراند بتاعك حاجة ليها علاقة بالكوزماتكس فتقدر تدي الكلاينتس بتوعك نصايح من غير ما تذكر البرودكت بتاعك، لأن الناس بتحب البراند المفيد مش البايع. وافتكر انك تبني كوميونتي اهم بكتير قوي من ان انت تبني كلاينت بيس. طبعا مش عايزه اوصيك على الفيديوز البيهايند ذا سينز قد ايه بتكون مسليه للكلاينتس بتوعك. وبس كده، دي كانت هنتايه على السريع.